السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اميره مكي للكفرات. حبيت ان انا انوه عن كام نقطه. انا بشحن تبع البريد، بشحن لجميع المحافظات. حضرتك بتسيبي لي الاسم بتاعك ثلاثي ورقم التليفون اللي المندوب بيرن عليكي بيه والمكان اللي حضرتك منه، المحافظه والمركز. الحاجه بتوصل لك لحد باب البيت. بتبعتي لي نص المبلغ كعربون على فودافون كاش، وباقي المبلغ بتسلميه للمندوب اللي بيجي لحضرتك وبتستلمي شغلك. دي اول نقطة. تاني نقطة، انت بتختاري معايا اللون والرسمة والتفصيلة اللي حضرتك بتختاريها، سواء كان الشيلة ثابتة او منفصلة، وانا بعمل لك الشغل بتاعك حسب ما انت عايزة. والشغل بتاعك بيجيلك وبتستلميه. ما ينفعش ان انت بعد ما تختاري معايا وتعملي معايا الشغل وبعد ما تستلميه تقولي لي ده هو اللون ما عجبش زوجي. حضرتك اللي مختاره اللون، مختاره الرسمه، مختاره كل حاجه، فانا ما اعرفش ان انا اصرف الحاجه. يعني ما ينفعش حضرتك تيجي تقولي لي انت هتعرفي تصرفي لي الحاجه. لا، لان ببقى اصلك من تواب. يعني انا مش عندي شغل جاهز. الشغل الجاهز انا استلمه منك عادي خالص. يعني انت لو خدت مني شغل جاهز، انا لو ما عجبكيش انا برجعه عادي وبستلمه منك عادي، مفيش اي مشكله. انما انا ما عنديش شغل جاهز. انا الشغل اللي عندي بقصهولك من تواب. المقاس اللي انت بتبعتهولي هو اللي بيتفصل عليه، والرسمه اللي انت بتختاريها. فانا الحاجه اللي بعملها لك ما اعرفش انا اصرفها. فعشان كده انا حبيت انوه عن النقطه دي. تاني حاجة، أنا بشحن تبع البريد. البريد يا جماعة آمن جدا عن أي شركة تانية. أنا اتعاملت مع شركات كتير بقالي كام سنة. الحاجة ما كانتش بتوصل أحسن حاجة للزبون أو للعميلة. كانت بتتصل تشتكي ليا إن الحاجة متبهدلة أو في أي حاجة. لكن البريد ما شاء الله كويس جدا، بيسلم لك الحاجة متغلفة، وناس محترمة وناس كويسة جدا بتعامل معاهم. وبيوصلوا لك الشغل لحد باب البيت، وبيرنوا عليكي قبل ما يجولك. حضرتك متواجده بيجولك، مش متواجده بتقولوا له مركنوا لي الحاجه عندكم وتاني يوم مثلا تعالوا لي، او انا عند الدكتور وبعدها بشويه تعالوا لي. ناس محترمه ناس كويسه، بتستلمي منهم الشغل وبتسلميهم بقيه المبلغ. آه، الحاجه بتوصلك في خلال قد ايه؟ والله حسب ما انا ما بقول لحضرتك. ممكن اقول لك اسبوع، ممكن يبقى 10 ايام، على حسب الحجوزات اللي معايا. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انا قلت لك اسبوع، ممكن يوصل لك قبل الاسبوع، ممكن يوصل لك بعد الاسبوع. ده بيبقى في الطريق وهو جاي لك في الشحن. انا بكون شحنت لك الحاجه، بس الحاجه ما بتخرجش من المكان اللي هي فيه الا لما يكون السيستم شغال. وزي ما احنا عارفين كلنا ان اوقات السيستم ما بيبقاش شغال، فمن الطبيعي ان هو هيتاخر شويه. يعني انا سلمت شغل الاسبوع اللي فات ما شاء الله، يعني انا سلمته النهارده، تاني يوم جات لي الرساله على التليفون ان تم تسليم الاوردرات بتاعتي. الاوردرات بتاعتي كلها كانت اتسلمت. فبتبقى حسب التساهيل زي ما بيقولوا. وان شاء الله لو في اي مشكله انا بكون معاكي على التليفون. يعني مش معنى ان انت استلمتي شغلك والحاجه جات لك، لو الحاجه جات مش مظبوطه، الحاجه جات فيها اي مشكله، والحمد لله ده ما حصلش لحد الان. انا معاكي، بنتواصل سوا. بكتب لك اسمي الثلاثي ورقم التليفون بتاعي والمكان اللي انا منه. بتبعتي لي الحاجه، بتحطيها في كيسه او في شنطه عندك وبتسلميها للبريد، والبريد بيبعتها لي. بظبط لك الحاجه وببعتها لك تاني. لو المشكله من عندنا انا بتحمل المصاريف. لو المشكله من عندك انت اللي بتتحملي المصاريف، لان انت اللي بتبقي مثلا ايه جايبه لي المقاس غلط، بيبقى في اي مشكله بتبقى من تبعك انت اللي بتحملي المصاريف التانية. اما المصاريف الاولانيه اللي انت بتاخدي بيها الشغل، بيبقى اللهم صل على سيدنا محمد. لو مصاريف الشحن 100 جنيه، انت 50 وانا 50، انا بشيل نص المصاريف. وطبعا مفيش حد بيعمل كده، انا بعمل كده. في اي استفسار في اي حاجه انا تحت امرك. هسيب لكم رقمي بتاع التواصل بتاع الواتساب. بتسيبي لي صوره الحاجه اللي انت عايزه تعملي لها كفر، وبتختاري القماشه القطيفه او الجكار، وبتقولي لي السعر كام، وانا هبعت لك هبعت لك السعر على الخاص تبع وانا هبعت لك السعر على الخاص من الصوره اللي بتختاريها ومن نوع القماشه اللي حضرتك بتختاريها. وبس كده. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. السلام عليكم.